هو الشأن هنا بسيدي قاسم، فما هي أهم النصائح عند اقتناء الأضحية؟ أول مؤشر على الصحة ديال الكبش ديال العيد هو تيكون موقد نشيط ذو حركة دائمة. ثانيا تنشوفوا العينين ديالو، تلقاو العينين عاديين، تلاحظوا التنفس ديالو، وتنشوفوا واش عنده شي إسهال. الكل أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأهمية تلقيح الأغنام ورعايتها الصحية. ضروري تنداووهم ونشري لهم الدواء، امور مزيانه نديرهم. داويين على الجلبه وعلى كل شيء. المرض ما كاينش، راه ما يطال الدار وتشوفوا الكوري وكل شيء، ما كاينش شي حاجه ديال المرض ولا شي حاجه، اللهم لك الحمد. السلامة الصحية للقطيع فكرة تلازم مربي الماشية طيلة السنة. بالنسبه للحولي ديال العيد تنشريو نجلبوا له كل 6 شهور، تنجلبوا له من بعد 6 شهور تيدخل يعلف. كل 15 يوم تنديروا معاه الطريطمون ديال الرايبي كيشرب الدواء. المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بانتظام بمراقبة السلامة الصحية لقطيع الأغنام، خاصة قبيل عيد الأضحى، لضمان جودة اللحوم وللاستجابة لحاجيات الطلب. رياضيا، أحرز الإسباني كارباليس باينا اليوم